من الشغلات اللي كتير مفيدة برحلة نزول الوزن إنه نثبت مواعيد أكلنا، يعني نفطر ونتغدى ونتعشى كل يوم بنفس التوقيت تقريبا. بس بتصير مع الإنسان ظروف ممكن تتأخر وجباته أو تلتغى وجبة أو يضطر يدمج وجبتين بوجبة. عادي، شوفوا الشي اللي بيناسبكن اعملوه، كلياتنا معرضين لهي الأمور. مثل ما صار معي، أنا فطرت بعد صلاة الجمعة، عملت أومليت البيض والزعتر، خفقت البيض مع الزعتر والزيت وبمقلاية تيفال حطيت الخليط لحتى يستوي، وحطيت جبنة مشللة، استعملت نص شلة بس، غسلتها من الملح كتير منيح وعصرتها من المي وحطيتها، وهيك أومليت الزعتر والبيض صار جاهز. هاي الوجبة من الوجبات المفضلة عندي بالدايت لأنه كتير طيبة وبتشبع لفترة طويلة. أكلت معها خيار وخس. ما أخدت سناك بعد الفطور، بس شربت قهوتي وعلى طول جهزت الغداء، لأنه عندي طلعة فقلت بعمل الغداء وبتغدى قبل ما أطلع حتى ما تطير وجبة الغداء. فأخدت لحمة عجل مفرومة ناعمة، حطيت لها بصلة مفرومة، ملح وبهارات مشكلة، مديتها بالصينية بدون أي زيوت، وحطيت لها بندورة وغلفتها وحطيتها بالفرن لحتى تستوي. وعملت جنبها متبل باذنجان، لفيت الباذنجان بالسلوفان وحطيته على النار. وبعدين جهزت خليط الطحينة، أخذت معلقة صغيرة من الطحينة مع عصرة ليمون ورشة ملح و100 غرام زبادي يوناني وسن توم صغير، حركتهم كتير منيح. ولما استوى الباذنجان قشرته وحطيته مع خليط الطحينة واللبن، وهيك صار المتبل جاهز. هون خلص تغيرت كل المخططات وما تغديت، طلعت وما تغديت وما رجعت للثمانية، فما بعرف صار غدا ولا عشاء. هيك صار، أكلت شريحة توست، هاي بتعادل شريحتين لأنها كبيرة، ومر اليوم ال21 بسلام.